قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027 أصبحت رسمية. باش نحكيو شوية على القرعة وباش نشوف حظوظ الأندية التونسية. نبداو بالترجي الرياضي التونسي اللي باش يكون معفى من الدور الأول نظرا لترتيبه القاري. في الدور الثاني باش يواجه الفائز من KFZ FC من الزنزبار ونادي السواحلي الليبي. بالنسبة لي نتوقع تكون مباراة في المتناول للترجي مع بعض الاحتفاظ على النادي الليبي اللي مش باش تكون مباراة سهلة برشا. بالنسبة للنادي الافريقي باش يواجه جوليبال المالي في الدور الاول. مباراة مش باش تكون سهلة لكن نجم تكون في المتناول النادي الافريقي لو يعمل موسم ممتاز، لو يعمل مباراة ممتازة كما الموسم الماضي. في حالة تأهل باش يكون الموعد مع الفائز من TP مازيمبي وميدياما الغاني. أتوقع شخصيا تأهل فريق مازيمبي، مما قد يجعل الدور الثاني للنادي الأفريقي صعب جدا جدا. في كأس الكونفدرالية النادي الصفاقس باش يواجه نادي إستند ليونز من سيراليون، وإذا تأهل باش يلتقي بنادي شوتينغ ستارز النيجيري. نتصور النادي الصفاقسي بالفورمة اللي وراها لنا الموسم الماضي يكون قادر بالترشح من الدور الأول والثاني بسهولة. أما بالنسبة لنادي الاتحاد المنستيري فسيبدأ مشواره أمام نادي FC مالكيا من الزنزبار، وفي صورة الترشح باش يلتقي ويصطدم بنادي المصري. نتصور الاتحاد المنستيري قادر يترشح في الدور الأول، ولكن ستكون مباراة صعبة جدا في الدور الثاني. في الأخير ما نتمنى كان كل التوفيق للأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، وإن شاء الله نشوفوا أكبر عدد ممكن من الأندية في دور المجموعات. شنو رأيكم؟ أي فريق تونسي نجم يوصل بعيد في المسابقات في الموسم هذا؟ أعطيونا توقعاتكم في التعليقات.